بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبتدي كلامنا في فيديو جديد بعنوان إيه هي السكيلز اللي المفروض تكون عندك عشان تشتغل في قطاع السايبر سيكيورتي. هنتكلم بقى على السكيلز اللي هي سواء على مستوى السوفت سكيلز أو حتى التكنيكال سكيلز. فأنا جمعت لك يعني إيه التوب 10 سكيلز أو يعني إيه الحاجات اللي هي المهارات الأساسية اللي المفروض إيه تكون عندك. طيب قبل بس ما ندخل في أي تفاصيل عايز أقول لك على حاجة مهمة ألا وهي إيه. اغلب الشركات هي يعني بتدور على ناس هي بيكون عندها اساسيات قويه. يعني ايه الكلام ده؟ في مصطلح عندنا اسمه المينيمم ريكويرمنت. انت كواحد جونيور دلوقتي مثلا جاي تشتغل مثلا في شركه. طيب انا كواحد مثلا صاحب شركه او انا كاتش ار، انا محتاج منك تكون على الاقل خالص انت تكون متاسس. يعني ما ينفعش مثلا تيجي انت مقدم على بوزيشن مثلا بنتريشن تيستر مثلا وما انتش عارف اللايف سايكل بتاعت عمليه البين تيستنج. فانت لو انت بتقدم على اول فرصه شغل ليك فاحنا محتاجين منك المينيمم ريكويرمنت، يعني الحاجات اللي هي الايه الاساسيه. عشان كده دايما تلاقي الشركات هي بتدور على ناس عندها اساسيات قويه، مش بس ناس مثلا حافظه اسامي تولز او ايا كان. خلي بالك حتى لو انت حفظت يعني 200 اداه، لو انت مش فاهم ازاي بيشتغلوا، لو انت ما انتش فاهم التفاصيل بتاعتهم، خلاص يعني الصفر على الشمال. الكلام ده ملوش اي قيمه نهائيا، لان انت يعني ايه ببساطه كده مش هتفيد الشركه بحاجه. جميل كده. طيب عشان كده احنا رتبنا السكيلز دي بشكل منطقي، هنتكلم بالاساسيات وبعد كده نبتدي ان احنا نطلع تدريجيا للسكيلز اللي هي بتكون في صلب التخصص نفسه. وبعد كده هنبتدي ان احنا نختم الفيديو او السيشن بتاعتنا بالسوفت سكيلز اللي هي بتكون فعلا الايه، يعني ديت الفرق الحقيقي ما بين الشخص اللي بيتقبل وما بين الشخص اللي بيترفض. طيب اول اساسيات عندنا الا وهي اساسيات الشبكات. الشبكات زي ما قلت لك قبل كده هي دي العمود الفقري لاي حاجه انت هتتعلمها بعد كده في امن المعلومات. لان اي اتاك او اي عمليه اختراق او اي بيانات بتتسرب او اي عمليه ديفنس حتى بتحصل، كل ده بيحصل من خلال الشبكه. فانت المفروض تكون فاهم الاو اس اي موديل، لازم تكون فاهم التي سي بي اوفر اي بي، لازم تكون فاهم ازاي البيانات دي بتتنقل من جهاز لجهاز، لازم تكون فاهم مثلا البروتوكولات زي الاتش تي تي بي، الاتش تي تي بي اس، الدي ان اس، الدي اتش سي بي، الاف تي بي، الاس اس اتش. تكون مثلا فاهم الاي بي ادريسنج، السبنتنج، الفرق ما بين التي سي بي واليو دي بي، امتى كل واحد بنستخدمه، مثلا ايه الفرق ما بين الراوتر والسويتش والهب والفاير وول، كل ازاي مثلا كل واحد فيهم بيشتغل. كل التفاصيل دي لازم انت تكون عارفها، لان انت من غير ما تفهم النقط دي انت مش هتقدر تفهم ازاي الهاكرز بيعمل مثلا بورت سكاننج، ازاي مثلا الفاير وول بيوقف اتاك معين مثلا. انت فهمتني ازاي؟ يعني انت مثلا لو جيت انا فتحت لك الواير شارك، لو انت ما انتش فاهم اللي انا بقول لك عليه ده مش هتفهم اي حاجه خالص من الحاجات اللي هي موجوده في الواير شارك. فهمتني كده؟ يعني مثلا خلينا ادي لك مثال. انت لما تيجي تفتح مثلا موقع فيه المتصفح، ففي بروسيس بتحصل في الباك جراوند انت مش بتشوفها. وانس مثلا ان انت فتحت جوجل كتبت يوتيوب دوت كوم مثلا، في ليله طويله في بروسيس طويله حصلت في الباك جراوند. يعني انت الجهاز بتاعك بيبعت ريكوست للسيرفر على بورت مثلا 443، طبعا لو الموقع اتش تي تي بي اس. الريكوست ده او الطلب ده بيتقسم لباكت صغيره، وده بيحصل من خلال بروتوكول التي سي بي اللي هو بيتاكد ان كل الباكت وصلت كامله وبالترتيب الصح. عكس مثلا اليو دي بي بيبعت البيانات من غير ما يتاكد هي وصلت كلها ولا لا. عشان كده دايما مثلا في الفيديو ستريمينج او في الجيمنج او كده بنستخدم يو دي بي. انما في الفيديو كول او مثلا او مثلا الحاجات اللي هي ايه لو انا ببعت ملفات او انا مثلا ببعت حاجه مهمه لازم طبعا استخدم التي سي بي. يبقى اول حاجه المفروض تكون عندك الا وهي اساسيات الشبكات او النتورك فاندامنتال. طيب هقول لك برضو على نقطه قبل ما ندخل في مرحله تنظيم التشغيل. لو انت شخص ناوي تكمل في السايبر سيكيورتي، ذاكر مثلا شهاده زي النتورك بلس فيها المينيمم ريكويرمنت بتاعت الشبكات اللي انت المفروض تكون عارفها. طب لو انت ناوي مثلا تدخل بقى في حته النتورك سكيورتي او ان انت مثلا في الحته بتاعت ايه تشتغل كنتورك انجينيرنج، فلا روح ذاكر السي سي ان ايه لان هي هتكون اعمق شويه. بعد كده نيجي لأنظمة التشغيل. لازم انت تكون قادر ان انت تتعامل بثقة مع أنظمة التشغيل بالاخص لينكس. طيب ليه لينكس بالذات؟ لان اغلب ادوات السايبر سيكيورتي عامه اغلب السيرفرات دلوقتي بقت شغاله على لينكس خلاص. فانت مش هتقدر تستخدم التولز بتاعت الكالي لينكس او تفهم اللوجز بتاعت السيرفرات من غير ما تكون فاهم ازاي بتتعامل مع لينكس. فانت محتاج تتعلم مثلا الاوامر بتاعت التيرمينال الاساسيه، ازاي مثلا تنتقل ما بين الملفات،
تكون فاهم البرميشنز، البروسيس مثلا، ازاي اليوزرز والصلاحات بتعمل لهم مانجمنت. لان خلي بالك ده اساس فهم اي اتاك بيحاول ان هو يعمل بريفلي اسكيليشن. عشان تكون شاطر في الحته بتاعت البريفلي اسكيليشن لازم تكون فاهم التفاصيل بتاعت نظام التشغيل، لازم كمان تكون فاهم نظام التشغيل اللي هو ويندوز، لان اغلب الشركات دلوقتي بقت بتستخدمه في بيئه العمل. لازم تكون فاهم الويندوز ايفنت لوج مثلا، لازم تكون فاهم الاكتيف دايركتوري، خصوصا لو هتشتغل في المجال بتاع البلو تيمينج. يعني مثلا خلينا ادي لك مثلا ايه مثال. انت عندك في لينكس كل ملف او فولدر هو بيكون ليه صلاحيات مكتوبه بالشكل اللي هو ايه ار دبليو مثلا اكس ار مثلا اكس ار. طيب اول ثلاث حروف اللي هي الار دبليو اكس دي صلاحيات بتاعه صاحب الملف، يعني قراءه وكتابه وتشغيل اللي هي الاكسكيوشن. والثلاثه اللي بعد كده لباقي الاعضاء بتاع المجموعه، الاعضاء اللي هم موجودين جوه المجموعه او جوه الجروب ده، والثلاثه التانيين دولت بيكونوا لاي حد تاني. فلما الهاكرز مثلا، ولنفترض ان هو اخترق سيرفر مثلا بحساب نورمال يوزر مثلا، معنى كده ان هو لو بريفليج. اول حاجه بيدور عليها ايه؟ هي بيدور على ملف او سيرفيس صلاحيتها بتكون معموله مثلا غلط، او فيها مثلا ميس كونفيجريشن، او فيها مثلا ميس بيرميشن، يبتدي ان هو يستخدمها عشان يعمل بريفليج اسكيليشن ويطلع لصلاحيه الروت. ده اللي احنا بنسميه البريفليج اسكيليشن. يبقى ده ضروري ان انت تكون فاهم انظمه التشغيل بتكون شغاله ازاي عشان تقدر ان انت تتعامل معاها. طيب السكيلز رقم ثلاثة بقى ألا وهي مفهوم السكريبتنج أو البروجرامينج. لازم مش بقول لك يعني إيه تكون ديفلوبر محترف، ولكن لا، يعني أنت لازم تكون مثلا تعرف تكتب سكريبت بسيط. مثلا عايز مثلا تأوتوميت عملية سكاننج، عايز مثلا ايه تبتدي تعمل اكسبلويتيشن مثلا بشكل مانوال او بشكل مثلا اوتوميتد. فلازم تكون فاهم انت ازاي هتكتب مثلا السكريبتات دي. عندك مثلا في المثال اللي انا حاططه لك هنا، ده هنا سكريبت بيعمل بورت سكاننج، بيفحص البورتات. السكريبت ده بيحاول ان هو يعمل زي كونكشن بكل رقم بورت من بورت 20 لبورت 100. ولو الاتصال نجح فالنتيجه بتكون زيرو. يعني ايه؟ يعني بيكون البورت ده مفتوح وفي سيرفيس شغال عليه فعلا. طيب يبقى عندك طبعا تولز كتيره زي مثلا الزين ماب او الان ماب، دي كلها بتكون شغاله بنفس الفكره، ولكن يعني ايه بتكون متطوره اكتر شويه. يبقى دي فايده ان انت تكون فاهم البروجرامنج. خلي بالك بقى لو انت جيت مثلا يعني ايه، خلينا نبعد شويه عن محتوى الفيديو. لو انت جيت مثلا رحت لحته الويب بن تيستنج او الاندرويد بن تيستنج او الاي او اس او كده، ففكره ان انت تكون فاهم بروجرامنج هي حرفيا بتوفر عليك 70% من شغلك. كمان في الحته بتاعت السورس كود ريفيو مثلا، كل ما بقيت شاطر في البروجرامنج او شاطر في البرمجه، كل ده بيدي لك يعني ايه بيدي لك سكيلز عاليه، وبيطور اللوجيك بتاعك او بيطور المايند سيت بتاعتك. لان خلي بالك هي البرمجه مش مجرد كتابه اوامر، لا، هي البرمجه عباره عن مينتاليتي انت بتكون عندك. ازاي تفكر في المشكله، ازاي تكتب مثلا سكريبت سطرين يوفر عليك مثلا شغل ساعتين ثلاثه. فهمتني كده؟ فهي دي فكره البروجرامينج او السكريبتنج. بعد كده الاساسيات نفسها بتاعت السكيورتي بقى، دي الاساسيات بتاعت امن المعلومات. وهنا احنا بندخل في جوهر المجال نفسه. لازم تفهم المفاهيم الاساسيه اللي كل حاجه تانية هي بتكون مبنيه عليها. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تكون انت واحد مثلا عايز تشتغل في السايبر سيكيورتي ما انتش فاهم مثلا السي اي اي ترياد اللي هي الكونفيدنشاليتي والانتجريتي والافيلابيلتي. ده الاساس بتاع اي قرار امني بيتاخد اصلا جوه اي شركه او جوه اي منظمه او اي او مثلا جوه اي مؤسسه. لازم تكون فاهم مثلا ايه فكره المان ان ذا ميدل اتاك، الديدوس، الديستريبيوشن دينايل اوف سيرفيسز، الفرق مثلا ما بين الرانسوم وير والمالوير والفيشنج مثلا. إيه مثلا تكون فاهم الزيرو دي اتاكس. كل الحاجات دي لازم تكون فاهمها. مفاهيم مثلا زي الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن، المالتي فاكتور اوثنتيكيشن مثلا، الزيرو تراست مثلا، اللايف سايكل بتاعت الانسنت ريسبوند، اللايف سايكل بتاعت عمليه البين تيستنج، ازاي الشركه بتتصرف لو ما يحصل عندهم عمليه اختراق مثلا. فهمتني؟ فالمفاهيم دي هتتكرر معاك في كل مكان، واي انترفيو هيسالك فيها حتى لو كنت انت بتقدم على وظيفه هي انتر ليفل. يعني مثلا دلوقتي خليني مثلا ادي لك مثال بسيط على السي اي تريات. لو موقع بنك مثلا اتعرض لعمليه اختراق وحد سرق بيانات العملاء، ده هنا هو اثر على الكونفيدنشياليتي، يعني اثر على سريه البيانات. هو مفهوم الكونفيدنشياليتي ايه؟ ان الداتا بتاعتك تفضل سكيور من ان اي حد بشكل اكسترنال او اي حد ان اوثرايزد يبتدي ان هو يشوفها. طيب لو الهاكرز مثلا عدل في الارصده بتاعت الحسابات، كده هو اثر على الانتجريتي، يعني اثر على سلامه البيانات. الانتجريتي يعني اضمن ان البيانات بتاعتك ما حدش لعب فيها. طب لو عمل مثلا ديدوس اتاك وخلى الموقع واجع ما حدش قادر ان هو يستخدمه، ده هنا اثر على الافيلابيلتي. فهمتني؟ فاي قرار امني بتاخده في شغلك سواء على مستوى الاوفنسيف او الديفنسيف،
هو معتمد على الثلاث نقط دول: confidentiality integrity availability، لان ده المبدأ او ده الموديل اللي بيحمي سرية البيانات وبيحافظ على دقتها، وبيضمن النظام او السيستم اللي فيه البيانات ده متاح لليوزرز في اي وقت هم عاوزين يبتدوا ان هم ايه يستخدموا البيانات دي او يستخدموا السيرفيس دي. بعد كده عندك الكريبتوغرافي او التشفير، ودي النقطة اللي فيه كورسات كتيرة مش بتذكرها، وكتير من الناس اللي هي لسه بتبدا بيهربوا من الجزء ده لان هو بيحس ان هو معقد. بيحس يقول لك لا، ده انا لازم اكون فاهم مثلا الجوريزمز، لازم اكون فاهم مثلا ماث او رياضيات او كده. لا، انت بتحس الموضوع معقد، بس انت مش لازم تدخل في الرياضيات المعقده، يكفيك بس ان انت تكون فاهم المفاهيم الاساسيه: الفرق مثلا ما بين السيمتريك والاسيمتريك انكريبشن، ازاي الهاشنج شغال زي مثلا الام دي 5، الشا 256، الفرق ما بين الهاش والتشفير، مفهوم الديجيتال سيجنتشرز، مفهوم مثلا الاس اس ال والتي ال اس، ازاي بيسكيوروا الاتصال او بيأمنوا الاتصال ما بين المتصفح والسيرفر، ازاي الباسوردات بتتخزن بطريقه سكيور، ايه مفهوم مثلا الهاشنج، السولتنج. فالفهم ده برضو بيساعدك تفهم ليه مواقع كتيره لما بتيجي يعني بتتعرض لعمليه اختراق تلاقي الباسوردات متسربه بشكل بلين تكست. دي في حد ذاتها كارثه اصلا الموقع بتعملها. يعني ايه ان انا ادي لك مثلا الباسورد بتاعي بلين تكست تروح انت تخزنه بلين تكست؟ ما ينفعش، لازم يتخزن على شكل هاش عشان ما حدش يعمل له طبعا ان هاش. او طبعا انت عندك اصلا الفرق بين الانكريبشن والهاشنج، ان في الانكريبشن تقدر تعمل ديكريبشن، يعني انت بيكون في كي او في مفاتيح تشفير وفك تشفير. انما في الهاش مفيش حاجه اسمها ان هاش. الهاش حتى احنا بنقول عليه حاجه اسمها الوان واي، يعني ايه؟ طريق واحد. انت خلاص عملت هاش بيكون طول ثابت، صعب تعمل له ان هاش. طبعا بقى ناهيك عن ان انت مثلا ممكن تستخدم تول زي الهاش كات، بتديها وورد ليست مثلا بتكون من هاشات مسربه قبل كده، وتبتدي ان هي تشوف مثلا لو الهاش ده اتسرب قبل كده مثلا وفيه الباسورد بتاعه كبلين تكست، تبتدي ان هي ترجعه لك. انما ككونسبت او كساينس بيزد، لا، الهاش مش بيتعمل له ان هاش. بعد كده الويب ابلكيشن سكيورتي سكيلز. لو انت هتتخصص مثلا في مجال زي البنتريشن تيستنج او الباج باونتي او ايا كان، فالسكيلز دي برضو هي الاساس اللي المفروض تكون عندك. لازم تكون فاهم مثلا الاواز توب 10. دي بتكون عباره عن الاواز باختصار ليه اوبن ويب ابلكيشن سكيورتي بروجكت، ودي زي منظمه كل 3 4 سنين كده بتطلع لك التوب 10 فولنربيلتيز في الويب ابلكيشنز، في الموبايل ابلكيشنز، في اسيتس زي مثلا السيكوال انجكشن، الاكس اس اس او كروس سايت سكريبتنج، توكن اوثنتيكيشن، الانسكيور مثلا دايركت اوبجكت ريفرنس او ما يسمى بالايدور، السكيورتي مش كونفجريشن، الاوت ديتد كومبوننت، كل الكلام ده. وطبعا انت عندك في تراي هاك مي هاك ذا بوكس بورت سويجر ديت. البورت سويجر تحديدا من اشهر الحاجات او من اشهر البلاتفورمز اللي انت ممكن تذاكر من عليها ويب ابلكيشن بنتريشن تيستنج. عندهم قائمه بثغرات كتير، كل الثغرات حرفيا بتلاقي فيه لابات برضو بتقدر ان انت ايه تحلها من خلالهم. بعد كده فكره بقى الكلاود او الكلاود سيكيورتي. طيب زي ما احنا عارفين او زي ما كنا بنتكلم في كل الفيديوهات اللي قبل كده، المجال بتاعنا ده بيتحول بسرعه رهيبه جدا للكلاود. الشركات دلوقتي خلاص يعني اغلب الشركات يقول لك لا انا مش هعمل انفراستراكشر عندي بشكل فيزيكال، لا يا عم انا هروح عند اي دبليو اس او امازون ويب سيرفيس، احط عندهم الداتا بتاعتي وخلاص ورايح دماغي. فهمتني؟ لان الكلاود بقى اسهل يعني. فالشركات دلوقتي بقت بتدور على ناس فاهمه ازاي تسكيور الكلاود انفايرمنت، زي مثلا ايجر، جوجل كلاود، اي دبليو اس او ايا كان. لازم تكون مثلا انت فاهم الشيرد ريسبونسبيلتي موديل، يعني ايه مسؤوليه الشركه المزوده للخدمه دي وايه مسؤوليتك انت. لازم تكون فاهم الاعدادات بتاعت السكيورتي الاساسيه زي مثلا الايام او اللي هي الايدنتيتي اند اكسس مانجمنت. لازم تكون فاهم الطرق نفسها او الميثودز بتاعت تامين الاستورج، ازاي تتجنب مثلا المشاكل اللي ممكن تحصل زي مثلا ان انت تسيب الاس 3 باكت مفتوحه بابليكابل لاي حد. مش بقول لك لازم تكون خبير في الكلاود من اول يوم، بس لا، يعني يكفيك المينيمم ريكويرمنت يكون عندك معرفه اساسيه. هتفرق معاك في شغلك، هتفرق معاك في الانترفيو اللي انت داخله، لان معظم الناس اللي بتقدم دلوقتي الوظائف هم يعني الغالبيه العظمى اللي انا شفته مش بيركزوا على الجزء ده. يعني مثلا انت عندك من اشهر المشاكل اللي بتسبب اختراقات كبيره هو ان حد يعمل اس 3 باكيت يعني بتكون بابليكابل، يعني بيسيب الصلاحيات دي بتكون بابليك بالخطا، المفروض تكون برايفت. اي حد لو راح عمل ريكونيسانس هيقدر ان هو يشوف الملفات دي ويحملها من غير باسورد ولا اي ريستريكشنز. طب لو نفترض بقى ان كان فيها بيانات مثلا عملاء او فيها مثلا اي بي اي كي، لا ده دي كارثه في حد ذاتها. فلا، الموضوع بتاع الكلاود مهم. مش بقول لك روح يا عم ذاكر 20 30 كورس، لا، يكفيك بس ان انت تذاكر كورس واحد، او مثلا انت عندك في شهاده زي اي دبليو اس كلاود براكتيشنال، او عندك برضو الاي دبليو اس سكيورتي فاونديشن او اللي هي فاندامنتال. هتلاقي يعني ايه الشهادات دي برضو بتجمع لك المينيمم ريكويرمنت اللي المفروض تكون عندك. نيجي بقى للجزء الاهم دلوقتي الا وهو فكره السيرتيفيكيشنز. الشهادات مش شرط عشان تشتغل، بس برضو خليني يعني ايه اكون صادق معاك. الشهادات ايكوال بزنس. يعني ايه؟ انا دلوقتي مثلا كعمرو
ماشي، خلينا ادي لك مثال. انا دلوقتي شغال في شركه مثلا، وانا عاوز حد يجي يعمل لي بين تيست مثلا على الشركه بتاعتي عشان يشوف الثغرات اللي عندي. طيب انا عندي مثلا سيستم كريتيكال، ما ينفعش اي حد يمد ايده عليه. طب انا دلوقتي لقيت في شركه مثلا اسمها اكس، الشركه دي هي بتقدم البين تيستنج از سيرفيس بروفايدر. طيب جميل. انا رحت كلمت الشركه دي، الشركه دي بعتت لي اتنين والله. طيب انا دلوقتي الاتنين دولت بالنسبه لي انا مش واثق فيهم، انا عاوز اشوف المؤهلات او الكواليفيكيشنز او السيرتيفيكت بتاعتهم عشان اتاكد ان الناس دي سيرتيفايد، او ان الناس دي الثقه ان هي ان انا حاسبها تمد ده على السيستم بتاعي. اصل خلي بالك فكره ان انت يعني مثلا دلوقتي نفترض ان انا شغال في بنك، وفي ناس دي تعمل بين تيستنج عندي، ما ينفعش يروح يعمل بين تيستنج على النتورك يوجع النتورك بالكامل لان موجود عليها الاي تي ام في عمليات ترانزاكشن بتحصل، فدي كارثه. فانا لازم اتاكد ان الناس اللي جايه تعمل بين تيستنج الناس دي فاهمه، الناس دي هي عارفه بتعمل ايه. فالشهاده بالنسبه لي هي بيزنس، بتاثر على البيزنس، بس الفكره كلها او المعيار الاساسي بتاعك انت فاهم انت بتعمل ايه ولا لا. يعني اركن بقى السيرتيفيكت على جنب، لازم انت تكون تكنيكال شاطر. طيب بالنسبه بقى للسيرتيفيكت زي ما قلت لك هي بتفرق معاك خصوصا في مصر والخليج والسوق العالمي عامه، هي بتدي لك مصداقيه قدام صاحب الشغل او صاحب العمل، خصوصا لو انت ما عندكش الخبره العمليه. طيب انت دلوقتي عندك مثلا سيرتيفيكت زي كومبيت مثلا سكيورتي بلس، نتورك بلس، عندك او اس سي بي، عندك اي جي بي تي، عندك السيزا، عندك السيسب، عندك شهادات كتيره جدا. طب انت دلوقتي مثلا كواحد لسه بتدرس دلوقتي في الكليه، هل انا بقول لك روح والله مثلا خد سيرتيفيكت زي او اس سي بي او اي جي بي تي؟ مش بقول لك كده، لا بالعكس. ايه اللي يخليك تروح تدفع 1700 دولار او تدفع حتى 300 دولار مثلا في الاي جي بي تي، او في ال 1700 دولار بتوع الاو اس سي بي حوالي 80000 مصري باين، فلا مبلغ كبير جدا. فلا انا بقول لك ذاكر الكونتنت الاوفيشال عادي، هتقدر توصل له بطريقه او باخرى ماشي، وتبتدي ان انت ايه تذاكر الكونتنت تحطه في السي في عندك، هيدي لك سكيلز عاليه في نفس الوقت برضه هيدي لك فاليو في السي في بتاعك. يبقى فكره السيرتيفيكت اوعى 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 نهائيا تضغط نفسك في فكره السيرتيفيكت، او تضغط اهلك او تضغط نفسك الضغطه اللي هي انت عشان تقول مثلا ده انا انا عايز احوش مثلا 300 دولار حوالي 20000 مصري او 15000 عشان اخد مثلا سيرتيفيكت زي الاي جي بي تي. لا، انت وانس ان الشركه عندك هي اللي هتشتري لك مفيش مشكله، هي اللي هتفند السيرتيفيكت اوكي. غير كده فلا، يعني مش شرط خالص ان انت تكون معاك سيرتيفيكت عشان تشتغل. في ناس كتيره بتشتغل عادي في البدايه من غير سيرتيفيكت، ان خصوصا ان الشركات بتكون متفهمه النقطه دي. ما اصل بالمنطق ازاي طالب لسه بيدرس جاي بيقدم على شغل انا هطلب منه شهاده زي الاي جي بي تي او الاو سي بي؟ ما انكرش ان هي بتدي لك افضليه لو هي معاك، انما مش هي المعيار الاساسي نهائيا. المعيار الاساسي هنا او الحاجات اللي بيكون عليها برضو ايه ليها تاثير برضو، الا وهي فكره السوفت سكيلز او المهارات الشخصيه. وفي ناس كتيره بتستهين بيها يقول لك ايه يا عم لا ده انا شاطر تكنيكال، ده انا بعرف اعمل بين تيستنج، بس في نفس الوقت انت ما بتعرفش مثلا تتكلم مع الكلاينت. طب انا دلوقتي انا لو كشركه مثلا وفي مثلا في بنك طالب مني بين تيستنج، وانا بعت له واحد مثلا من عندي، طيب الواحد ده او الشخص البين تيستر ده تنين مجنح تكنيكاليتي بس ما بيعرفش يتكلم مع الكلاينت، ما بيعرفش يحل مشكله، ما عندوش مهارات تواصل، ما بيعرفش يشتغل تحت ضغط، ما عندوش اخلاقيات اصلا، الاتيتيود بتاعه صفر. طب ما كده هيخسرني الكلاينت وخسرني فلوس وخسرني سمعتي. فهمتني؟ فلا انت لازم يكون عندك مهاره التواصل، قدرتك انك تشرح المشكله اللي بتكون تقنيه المعقده بتشرحها لشخص مش تقني، زي مثلا الناس اللي هم المانجرز او الستاك هولدرز. الناس دي مش تكنيكاليتي، بس الناس دي برضو بما ان هم اصحاب البيزنس او اصحاب ايه الشركه عامه لازم يكونوا فاهمين ايه اللي بيحصل. يعني مثلا خلينا ادي لك مثال. لو انا دلوقتي مثلا جيت في مثلا شركه، انا كبنتستر لقيت عندهم مثلا سيكوال انجكشن، قدرت ان انا اضم ايه قاعده البيانات. لما اجي اخاطب الناس اللي هم التكنيكاليتي هقول لهم يا جماعه انتوا ما عندكمش ولا ولا سانيتايزيشن ميكانيزم ولا فاليديشن ولا ما عندكمش اي ريستريكشن خالص على الحته بتاعت ايه بتاعت الانبوتس. طيب لما اجي اتكلم بقى مع الناس اللي هم المانجرز هقول له لا ده حضرتك والله انت عندك سيكوال انجكشن، دي من خلالها اقدر ان انا اخد نسخه من بيانات العملاء اللي متسجله عند حضرتك بالكامل، اكني انا ادمنستريتور، انا هقدر ان انا اضم قاعده البيانات بالكامل. شفت هنا طريقه الكلام مختلفه، انت هنا بتكلم واحد تكنيكال، انما على الجنب التاني انت بتكلم واحد مش تكنيكال. فانت لا، انت من السوفت سكيلز بتاعتك لازم تكون عارف ازاي تمانج ده وازاي تمانج ده، لان خلي بالك دي الفرق، دي الجوهر او دي الحاجه اللي بتفرق ما بين الشخص المحترف والشخص المبتدئ، ازاي يهندل الكلاينت. برضو الجزء بتاع حل المشكلات، احنا اصلا اغلب شغل السكيورتي عامه هو تفكير منطقي وتحليلي، ما بتحفظش اوامر ولا بتحفظ تولز ولا كل الكلام ده، لا انت قدامك مشكله بتبتدي تفكر بشكل منطقي عشان تبتدي ان انت تحلها.
ولازم تحلل سبب المشكله الاساسي قبل ما تحلها. لازم تعرف ازاي هتتخذ القرار الصح في الوقت الصح وانت مثلا بتعمل عمليه انفستيجيشن مثلا. لازم برضو يكون عندك الكابابيليتي او القدره على التعلم المستمر. المجال بتاعنا ده بيتغير كل يوم او حرفيا كل يوم. في ثغرات جديده بتطلع، في تولز جديده، في تكنيكس جديده، يعني خصوصا بعد انتشار الاي بي تي جروبس على مستوى العالم، سواء بقى من ايران او روسيا او الصين او ايا كان يعني. فانت بتلاقي حاجات، يعني انت بتحس ان انت انت عايز اليوم بتاعك يكون 36 ساعه عشان تبتدي ان انت ايه تواكب الناس دي. فهمتني؟ لازم برضو تعرف ازاي تشتغل تحت ضغط. يعني انت مثلا دلوقتي في انسيدنت حصلت اهو، في هنا حادثه مثلا، في عمليه اختراق حصلت على شركه، معناها ان في فلوس بتضيع، في سمعه عملاء، في سمعه شركه بتروح، في ثقه عملاء بتروح. فانت كل الكلام ده لازم تكون عارف ازاي تشتغل تحت ضغط وتهندل كل الكلام ده وترتب اولوياتك. لازم تفكر بهدوء وقت المشكله بتاعتك. لازم برضو يكون عندك اخلاقيات مهنيه او الاتيتيود بتاعك. لازم تحترم خصوصية البيانات. لازم تستخدم مثلا، لازم برضو بالمناسبة اللي بيحكمك برضو الجانب القانوني والجانب الأخلاقي. لازم تلتزم بأخلاقيات العمل. المجال ده كله أصلا مبني على الثقة. فهمتني؟ ما ينفعش مثلا انت عملت دمب مثلا لقاعده بيانات تروح تسربها على الدارك ويب وتاخد منها فلوس مثلا وتبتز الشركه. ما دي مش اخلاقيات مهنه، انت كده بلاك هات. هي السوفت سكيلز مهمه جدا، بتساعدك تنجح في الانترفيو على فكره. بتخليك تتعامل باحترافيه وانس ان انت دخلت فريق مثلا او دخلت شركه معينه. وبرضه بتميزك حتى لو انت مستواك التقني قريب من غيرك، فهي بتدي لك زي ايه، بوينت اضافيه. يبقى احنا سريعا كده اللي احنا اتكلمنا عليه، قلت لك انت المفروض يكون عندك اساسيات الشبكات، اساسيات انظمه التشغيل، البروجرامنج والسكريبتنج، الاساسيات نفسها بتاعت الامن السيبراني، الاساسيات بتاعت التشفير، الويب ابلكيشن سكيورتي، الكلاود سكيورتي. لو انت مثلا هتروح بقى الحته بتاعت السوك وكده، فانت لازم تكون فاهم برضو فكره السيم سوليوشنز وازاي تاناليسز اللوجز. اتكلمنا برضو على السيرتيفيكتس والسوفت سكيلز. خلي بالك برضو، يعني قبل ما اختم بس الفيديو، مش شرط تتقن كل السكيلز دي بشكل متساوي. يعني يكفي يكون عندك المينيمم ريكويرمنت، عندك اساس معقول بس في كل واحده فيهم، وبعد كده مع الشغل والتدريبات والكورسات هتلاقي كل الكلام ده بيتطور عندك بشكل مستمر. يبقى احنا كده خلال الفيديو ده اتكلمنا على السكيلز اللي المفروض تكون عندك عشان تشتغل في السايبر سيكيورتي. طب كده انا خلصت الفيديو بتاعي النهارده، اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو القادم. سلام عليكم.